على الجهود الجديدة المبذولة لإثراء النقاش حول موضوع هو مستجد في مجال حقوق الإنسان، ماشي في مجال حقوق الإنسان لكن له أهميته سواء على المستوى العالمي على المستوى الوطني وأيضا على المستوى الترابي نظرا لاستقرار مجموعة من الشركات العابرة للأوطان في مجموعة من المجالات الترابية على المستوى الجهوي وأمرية هنا حتى على مستوى الجهة الشرعية مع الشروع في توافد عدد من الشركات العابرة للأوطان والجنسيات والاستقرار للمجال الترابي، وبالتالي هذا السؤال مطروح على الفهم السياسي المحلي، مطروح كذلك على التشريعات الوطنية، مطروح كذلك على السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان. سيتطرق إلى ارتباط الموضوع بثلاث ركائز أساسية. الركيزة الأولى هي حماية حقوق الإنسان من طرف الدول، الركيزة الثانية هي احترام حقوق الإنسان من طرف الشركات العابرة للأوطان وكذلك حتى المقاولات والشركات الأعمال التجارية المحلية، ثم الركيزة الأساسية والمرتبطة الثالثة والمرتبطة بالإنصاف، إنصاف المواطنين، إنصاف ضحايا المقاولات والشركات، إنصاف ضحايا ضعف الاستدامة والتغيرات المناخية وكذلك المشاكل البيئية. فقط استأثرني موضوع يعني الجهات المسؤولة عن الإنصاف سواء الجهات القضائية أو الجهات الوطنية الوسيطة، وخاصة ما يرتبط منها بالتحكيم والوساطة. والسادة الأساتذة أشاروا في مداخلتهم إلى الأدوار التي ممكن أن تقوم بها المؤسسات الوسيطة من قبيل المجلس الوطني لحقوق الإنسان. لكن إذا لاحظوا معنا الأصدقاء الأعزاء الذين يشتغلون في المجال الاجتماعي والنقابي ويعرفون مدى الصعوبة الاحتكام إلى هذه الوسائل غير القضائية، يصبح الأمر وكأنه علاقات عامة وعلاقات للتعارف، خاصة ما يرتبط بالشغل الهش، شغل شركة المناولة، شركة حاليا يعني مستقرة المتعددة الجنسيات، وبالتالي يصبح الحوار معها أشبه بالعلاقات العامة، التعرف على طبيعة هذه الشركات وطبيعة أعمالها أكثر من مفاوضة جماعية من طرف عمال يفترض أن لهم حقوق وساكنة بجوار هذه الأعمال التجارية يفترض أيضا أن لها حقوق. أعتقد أن يعني هذا النقاش في بلادنا يحتاج إلى تطوير، يحتاج إلى تنفيذ بعض التوصيات الممكنة من قبيل إعداد خطة وطنية في مجال المقاولة وحقوق الإنسان. أعتقد أن هذا النقاش يعني بدأ في المغرب على الأقل منذ 10 سنوات، 2017 بدأ هذا النقاش على مستوى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على مستوى الغرفة الثانية بالبرلمان أيضا كان هناك ما يعرف بإعلان الرباط حول المقاولة وحقوق الإنسان، لكن ثمار هذه الجهود وعدم تلاقي هذه الجهود بين الفاعلين الرسميين للدولة والفاعلين كذلك الغير رسميين، المجتمع المدني، نقابات، وكنعرفوا التطورات الحاصله في بلادنا والحجم ديال التراجعات في العلاقه مع قانون الاضرار، في العلاقه مع القانون الاساسيه لمجموعه من المهن، في العلاقه يعني كل هذه التشريعات يعني كتعرف تراجعات، كذلك عدم الالتزام بالاتفاقيه ديال منظمه العمل، الاتفاقيه 49 على الانضمام اليها، كلها مؤشرات يعني كتخلي ان سواء المجتمع المدني سواء الفاعلين الاكاديميين ومثيري النقاش العمومي حول هذا الموضوع كذلك الفاعلين المنتخبين امامهم يعني رهانات للاشتغال عليها، خاصه ما يرتبط بايجاد خطه وطنيه من شانها ان مراجعه مجموعه من القوانين الوطنيه المنظمه للاعمال وللشركات وللاعمال وكذلك للبيئه وللاستدامه. لن أطيل ولن أكرر ما وقد أخذ من التعب أخذه، فقط أود أن أشكر الزملاء الطلبة الذين أشرفوا على ورقة الإطار الموزع في التعارف، هم طلبة ماستر القانون العام للأعمال وطلبة ماستر المنازعات القانونية والقضائية والذكاء الاصطناعي، على الجهد الجيد المبذول في الورقة التقديمية التي وزعت في القاعة والتي خضعت للتصحيح من طرف الأساتذة المشكورين على جهودهم. كذلك كل الشكر لشركائنا في هذا اللقاء، وخاصة بذكر المركز المتوسطي للدراسات القضائية والقانونية بطنجة، لهيئة الطلبة الباحثين على الجهود ديالهم
في إعداد وإنجاح هذا اللقاء. كذلك الشكر موصول لأصدقائنا في جمعية بيرماريف، لأصدقائنا أيضا في المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. شكرا لكل الحاضرات والحاضرين، وشكرا للأصدقاء المشتغلين في المجال الإعلام. أتمنى أن نلتقي في موعد قريب. شكرا لكم ولكم كل واحد باسمه وصفته. شكرا لكم. محمد الحموشي، رئيس منتدى أنوال التنمية والمواطنة. اللقاء المنظم اليوم بمدينة الناظور حول موضوع المقاولة والعدالة البيئية في ضوء معايير حقوق الإنسان هو لقاء دراسي نظمه المنتدى بشراكة مع مجموعة من الجمعيات والفاعلين الاجتماعيين والفاعلين كذلك الأكاديميين اللي تناولوا الموضوع ديال المقاولة في العلاقة ديالو مع حقوق الإنسان من جوانب متعددة، خاصة ما يتعلق منه باحترام المعايير ديال حقوق الإنسان من طرف المقاولات والشركات والأعمال التجارية، كذلك الحماية ديال الحقوق ديال العمال وديال الساكنة ديال المناطق اللي فيها الأنشطة التجارية ديال المقاولات. كذلك اليوم كان فرصة للوقوف على المعايير الدولية والوطنية لحماية حقوق الإنسان في العلاقة مع الأعمال التجارية والمقاولة، كما تناول كذلك الحماية ديال البيئة والنظم ديال الاستدامة البيئية. اللقاء شاركوا فيه مجموعة من الطلبة الباحثين والفاعلين الاجتماعيين والفاعلين الجمعويين، وكان فيه نقاش غني حول المحاور اللي تناولها اليوم الدراسي. اللقاء بطبيعة الحال دار بدعم من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. شكرا جزيلا. محمد الغبزوري، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، منسق ماستر القانون العام للأعمال. اليوم نحن هنا في إطار لقاء دراسي حول موضوع جد مهم وهو المقاولة وحقوق الإنسان والعدالة البيئية. موضوع له راينية كبيرة جدا، له أهمية كبيرة نظرا لمجموعة من التحولات الكبيرة والعميقة التي وقعت على المستوى العالمي، لأن حاليا أصبحت المقاولة فاعل رئيسي في المجتمع الدولي، أصبحت تقوم بأدوار كبيرة جدا، أصبحت الإمكانيات وحتى الإمكانيات أصبحت كبيرة جدا، وبالتالي أصبح الاحتكاك بين المواطن والمقاولة احتكاك يومي، وبالتالي هناك تأثير على مستوى حقوق الإنسان. المقاولة تساهم بشكل إيجابي في حقوق الإنسان عن طريق توفير مناصب الشغل والمساهمة في خلق الثروة أو تحسين مستوى المعيشة، ولكن في نفس الوقت تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان خاصة على المستوى البيئي أو على المستوى العمال أو على المستوى الصحي وغير ذلك. هذا الملتقى الدراسي مهم جدا. نحن كأساتذة جئنا هنا لتناول هذا المهم من جوانب متعددة، جوانب دولية، خاصة تحدثنا عن المعايير الدولية، المعايير الدولية التي تحدد العلاقة التي يجب أن تكون ما بين المقاولة والإنسان. أنا بدوري تحدثت عن المعايير ديال الأمم المتحدة. هناك مبادئ توجيهية ترتب مسؤوليات سواء على مستوى الدولة أو على المقاولات. مسؤولية الدولة لأنها هي المخاطبة بالقانون الدولي، وبالتالي لها مسؤولية كبيرة في وضع القوانين المناسبة لإجبار الشركات على احترام حقوق الإنسان. لها مسؤولية في مراقبة الشركات في مدى احترام حقوق الإنسان. لها كذلك مسؤولية في وضع آليات الانتصاف من أجل إنصاف المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان. والمقاولة بدورها لها مسؤوليات كبيرة في مجال احترام حقوق الإنسان، وبالتالي يجب عليها أن تتجنب أول انتهاكات حقوق الإنسان أو كذلك التأثير منها إذا كانت موجودة. وبالتالي هذه مواضيع جد مهمة ناقشناها اليوم بشكل مفصل، وبالتالي نحن بصدد إخراج مجموعة من التوصيات التي ستبقى مهمة. هذا طرحنا هذا الموضوع يعني كمدخل جد مهم من أجل مواكبة كما قلت مسبقا يعني لهذه التحولات التي تقع على المستوى العالمي أو الوطني أو حتى على المستوى المحلي، من أجل مواكبتها ببحث علمي رصين وبمواكبته بتوصيات موجهة
موجهة إلى الجهات المسؤولة من أجل احترام هذه المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك من أجل احترام حقوق الإنسان منصوص عليها في الدستور المغربي. وشكرا. تحية طيبة. معكم الأستاذ مصطفى قريشي، أستاذ القانون بالكلية المتعددة التخصص بالناظور. اليوم كنا ضمن فعاليات اللقاء الدراسي حول موضوع المقاولة والعدالة البيئية، معايير أو ضمن معايير حقوق الإنسان. هذا اللقاء الدراسي المنظم من طرف منتدى أنوال للتنمية والمواطنة بشراكة مع مجموعة من الشركاء والفاعلين، من بينهم ماستر قانون العام للأعمال وماستر المنازعات القانونية والقضائية والذكاء الاصطناعي، وكذلك الهيئة الوطنية للباحثين في العلوم القانونية وجمعيات بريماريف إلى غيرها، وفي إطار الشراكة اللي كاينة مع المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان. هذا اللقاء كان فيه مجموعة من المداخلات، مجموعة من السادة الأساتذة والأستاذات وكذلك الخبراء للحديث عن مجموعة من الإشكالات التي أصبحت تثيرها مسألة معالجة مسألة حقوق الإنسان ومعايير معالجة حقوق الإنسان داخل المقاولات، خاصة التي لديها أنشطة تجارية والصناعية. نعرف جيدا بأن هناك النشاط الاقتصادي والنشاط التجاري يثير العديد من الإشكالات المرتبطة بحقوق العمال، وكذلك بمجموعة من الحقوق الأساسية المرتبطة بالأجر، المرتبطة بالعمل اللائق، المرتبطة بظروف العمل وغيرها من الظروف. وبالتالي إلى أي حد الشركات خاصة الوطنية وحتى الشركات الكبرى العابرة للحدود أو شركات المتعددة الجنسية إلى أي حد تلتزم بهذه المعايير التي هي منصوص عليها على مستوى مجموعة من المواثيق الدولية، وكذلك إلى أي حد هناك رقابة من طرف الدول التي تستوطن في هذه الشركات أو تكون فيها فروع، وكذلك إلى أي حد يمكن إلزامها بتطبيق مجموعة من المعايير. ثم كذلك تحدث مداخلات أخرى حول العدالة البيئية وتأثيرات المقاولات وتأثيرات الأنشطة الاقتصادية والصناعية على البيئة وكيف يمكن الحد منها في إطار منظومة قانونية، منظومة مؤسساتية، وكذلك تدخلات من طرف الدولة وكذلك تدخلات المجتمع المدني للحد من التأثيرات السلبية للأنشطة الصناعية والاقتصادية على البيئة. على مستوى المغرب لدينا ترسانة قانونية مهمة جدا. على مستوى الدستور هناك فصل ينص على حق في بيئة العيش في بيئة سليمة. على مستوى المنظومة القانونية هناك قوانين متعددة، قوانين الشغل، قوانين متعلقة بالبيئة، الميثاق الوطني للبيئة، قانون متعلق بدراسة التأثير على البيئة. إذن كل هذه إضافة إلى السياسات العمومية التي تلزم بضرورة المحافظة على البيئة، وكذلك ضرورة إعمال معايير حقوق الإنسان في مجال التشغيل، في مجال سير هذه المقاولات. في الأخير هذه الندوة خلصت إلى مجموعة من التوصيات ومجموعة من المقترحات من أجل محاولة ضبط هذا المجال، مجال المقاولة وتحقيق معايير حقوق الإنسان داخلها، وكذلك المجال البيئي بشكل أساسي. تحدثنا عن المقاولة المواطنة التي يجب أن تحترم القانون وكذلك تحترم المنظومة البيئية. كذلك الحديث عن ضرورة أن تكون هناك مواثيق دولية ملزمة، خاصة أن التوجيهات الأمم المتحدة هي توجيهات غير ملزمة للأطراف، وبالتالي ضرورة إيجاد معاهدة ملزمة للأطراف خاصة الشركات العابرة الحدود أو الشركات الكبرى، وكذلك ضرورة إيجاد ملائمة النصوص القانونية المغربية مع هذه المعاهدات الدولية. في الأخير كنشكر كل المساهمين في تنظيم وإنجاح هذا اللقاء الذي عرف حضور عدد من الفعاليات من أساتذة وطلبة باحثين في سلك الماستر، في سلك الدكتوراه، وأساتذة وخبراء ومهتمين وكذلك صحافة. وهي مناسبة لنشكر كذلك موقع ماب العربية وكذلك موقع أصوات سيتي، نشكرهم جزيل الشكر على تغطيتهم الإعلامية المتميزة للصحفية المتميزة الأستاذة فاطمة. شكرا جزيلا. حيث أدى التطور الصناعي والاقتصادي المتسارع الذي شهده اليوم العالم خلال العقود الأخيرة إلى بروز تحديات بيئية غير مسبوقة تمثلت أساسا في التلوث بمختلف أشكاله واستنزاف الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تمتع الإنسان بحقوقه الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحياة، الحق في الصحة، وكذلك الحق في العيش في بيئة سليمة. حيث في ظل هذه التحولات لم يعد ينظر إلى البيئة باعتبارها مجرد مجال طبيعي، بل أصبحت حقا من حقوق الإنسان، مما أدى إلى بروز مفهوم العدالة البيئية كآلية لتحقيق الإنصاف في توزيع الأعباء والمخاطر البيئية. ولم تعد الدولة وحدها الفاعل الأساسي في حماية حقوق البيئة،
في حماية البيئة، بل برزت المقاولة كفاعل رئيسي نظرا لدورها المحوري في النشاط الاقتصادي وتأثيرها المباشر على الموارد الطبيعية. وقد أدى هذا التحول إلى إعطاء تعريف لدور المقاولة، حيث لم تعد تقتصر فقط على تحقيق الربح، بل أصبحت مطالبة باحترام حقوق الإنسان والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في إطار ما يعرف بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية. بما فيها حق العيش الكريم، حق الشغل، حق يعني في الاجر، يعني مجموعه من الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه الاساسيه التي تتطلبها المقاولات الاليات التي من خلالها يمكن يعني للفرد ان يستفيد من هذه الحقوق وان يتمتع بها. ولكن مع ذلك فايضا المقاوله هي قد تكون ايضا سببا في انتهاك يعني حقوق الانسان، وذلك من خلال الاضرار بصحه الافراد وسلامتهم، مثلا بسبب هي ظروف العمل الملائمه، ايضا تتسبب في التدمير البيئي، ازمه البيئه المرتبطه بالنمو الاقتصادي المتسارع وما يحدثه من تداعيات بيئيه خطيره ساهمت طبعا في ما يعرف بالتغيرات المناخيه وغيرها، ولكن اصبحت تشكل احد الاسهم بشكل كلي او جزئي الشركات العموميه او المقاولات العموميه او المقاولات شبه العموميه. بالنسبه للركيزه الثانيه التي تتعلق بمسؤوليه المقاولات عن احترام حقوق الانسان. هنا نتحدث باحترام حقوق الانسان، وهذا نحن نعرف ان الدوله هي التي كانت في اطار القانون الدولي، هي التي كانت المخاطب الوحيد من طرف القانون الدولي لحقوق الانسان، ولكن هذه المبادئ التوجيهيه اتت بجديد، هو ان حتى المقاولات لا يكتفي بمجرد الاعتراف به في الاعلانات والاتفاقيات الدوليه، بل يحتاج الى منظومه من الضمانات الاجرائيه التي ترفعه والمساعد. فالقانون الدولي لا يكتفي بتحديد المبادئ الموضوعيه، وانما يضع اليات عمليه لمراقبه مدى احترام الدول لالتزاماتها البيئيه. بل أصبحت مطالبة باحترام معايير حقوقية مثل احترام حقوق الإنسان، المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في إطار ما يعرف بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية. كما أصبحت القضايا البيئية من أهم التحديات التي تواجه المجتمعات المعاصرة، خاصة مع تزايد آثار وجود استنزاف الموارد الطبيعية والتغيرات المناخية. ولم يعد الحق في بيئة سليمة مجرد مطلب بيئي، بل أصبح حقا لضمان الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية للتشجير الكبير. وبناء على ذلك يمكن طرح إشكالية رئيسية نفذها: كيف يمكن للدستور المغربي أن يشكل إطارا مرجعيا لمواجهة انعكاسات التغيرات المناخية على الحقوق الأساسية؟ حقوق الإنسان كما يسمى كذلك أن وأشكر منتدى الأنوار وكافة الشركاء المنظمين لهذا اللقاء، ماستر المنازعات القانونية والقضائية والذكاء الاصطناعي، ماستر القانون العام للأعمال، جمعيات المراقبين الذين ساهموا في إنجاح هذا اللقاء التكويني وإخراجه إلى أهمية الوجود. الإنسان ولد مختلفة التوازنات عشان واحد تدخل للأستاذ قال لي أن حقوق الإنسان لها تكلفة.